السلام عليكم، نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم غندير معكم البسطيله المغربيه، كتجي زوينه ويغيب بنص ديال الدجاجه، وكتجي اروع ما يكون، ما يكونش فيها المكونات كثرة المكونات، كتجي لذيذه والمذاقات مدامجين مع بعضياتهم. كنحتاج هنا في المقله اللي غنطيب فيها، كنحتاج معلقه سكينجبير، شويه السمن، 2 معالق الخرقوم، معلقه ديال القرفه، معلقه ديال البزار. كندير واحد الكاس سخون فيه الماء الزعفران الحر. هاد نص كاس ديال الماء، ما غاديش نزيد الماء مرة أخرى، هاد الكاس صافي، يعني ديك البصلة وداك الشي هو اللي غادي يطلق ليا الماء. صافي كنزّل الدجاج اللي عندي. الأخطاء اللي درت أنا راه ما حرّكتش المكونات، نتوما حركوهم حتى الآخر عاد غادي نتفكر. صافي وكنزّل هاد الشي فوق في الطنجرة اللي غنطيب فيها. كنجيب البصلة، واحد 4 البصلات يكونوا متوسطين مقطعين هكا طروفة. صافي وغنزلها فوق البوطة وغندير واحد القبيطة د القزبر. بلا ما تقطعوها باش ما تجيكمش خضرا هكا في البسطيلة ديالكم. صافي هاد الوقيته راه خليتها كتشحر على خاطرها. صافي وخديت واحد الزلافة ديال اللوز اللي مسحتو، صافي ودرتو يتحمر بهاد الطريقة. لا عجبكم ديروه هكا، تخويو عليه الما سخون وتقشروه، ماشي مشكل، أنا كيعجبني هكا. صافي درتو كيتحمر، خليه ياخد وقتو في التحمار حتى يعطيكم هاد اللون اللي غادي يبان لكم هكايا في الفيديو، يعني هكا يكون طايب مزيان. صافي كنرجع للطنجرة ديالي، كنلقى داك الشي تبارك الله طاب يعني ديك البصلة دابت. عاد كندير الزيت، كندير نص كاس ديال الزيت رومية، ما باقي درتو بلدية، حيت الزيت هو باش غادي نخدم الورقة وداك الشي. يعني هاد الزيت يعني ما غندير لا زيت آخر لا والو، هذا بالآخر غتشوفوا غادي نصفيه هو اللي باش غادي نخدم. صافي وكنخليه يطيب، ضروري خليوه يطيب على خاطرو. فهاد المرحلة كنزيد واحد المعلقة ديال الملحة إني ما درتهاش. صافي نزيد واحد المعلقة د السكر، حيت داك الدجاج تا هو خاصو ياخد السكر باش يجي المذاقات متوازنين، ماشي يجي حلو شي مالح. بهاد الطريقة جربوه البنات وردوا عليا، راه كيجي واحد المذاق رائع. كنزيد واحد 2 معلقات ديال السكر، باش يجيني المذاق ما بين الحلاوة والملوحة. صافي من هنا ما كنبقى نزيد لا قرفة لا حتى شي حاجة أخرى من غير هاد المكونات اللي درت في الأول. إلا كترتو العطرية فيها وداك الشي راه كتجي باسلة، يعني ما كتجي المذاقات ما تيجيش كترة العطرية بزاف. هنا كنزيد واحد المعلقة د القزبر مقطعة باش تعطيني البنة مع سميتو البيض وداك الشي، كتجيني مزيانة. إيوا صافي كنبقى نحرّكها هاكا كتبان ليا تعقّدات وديك الزويته وقفات. عاد يمكن ليا ندير البيض، حتى جيت هنا واحد 4 البيضات، يعني درت أنا غير نص دجاجة. إلا بغيتو ديرو الدجاجة أكتر دوبلو المكونات. صافي وحاولوا تحركوا يديكم مزيان باش البيض يجيكم طايب، يعني ويكون طايب، يعني ويكون فرتت ما يكونش مجموع. ولا بان لكم شي طريف هاكا بركوا عليه بالمعلقة صافي وراه غادي يتحل. صافي ويدي كنبقى خدامة هاكا حتى يطيب ليا البيض ويبان ليا هاكا الزيت بدا يبان مدير، عاد تنحيدو. صافي كندير واحد الصفي وكنخليه يتصفى. في هاد المرحلة راني طحنت اللوز ودرت 2 معالق ديال السكر كلاصي، شوية القرفة، وكندير من داك الزيت ديال الدجاج. ما ديروش لا زبدة لا والو، غير من داك الزيت باش يبقى لكم اللوز مقرمش. صافي كنخلطو. صافي وكندوز نفرزت الدجاج بطريفات يكونوا صغاورين، يكونوا كبار، باش ملي تقطعوا البسطيلة ديالكم كيما شفتوا في الأول الفيديو، يعني دوك الطريفات يكونوا باينين.
صافي هاد الوحدة راني وجدت كلشي الورقة اللي وريتكم ورقة الفيلو أحسن ماركة وأحسن زعما زوينة وما كتقطّع ما حتى شي حاجة، حتى الورقة فيها يعني واقفة ماشي ديك الورقة اللي كتقيسيها كتفرتت، يعني هاد الماركة راها زوينة البنات راه سنين وأنا خدامة بها، كندير بها حتى الكوموندات للناس، كنصايب بها الحلو والمالح البريوات وداك الشي كلّو، كتجي زوينة راه كتباع في كافور. صافي وكنبقى ندير داك الزيت البنات اللي درت في الأول مع الدجاج هو اللي صفيتو هو اللي باش كنخدم، ما درت عليه مازال شاطلية ماشي درت كلشي، ما تجيكمش عاوتاني ديروا الزبدة وداك الشي يجيكم هاكا منيدمة بزاف، راه عاد الشي هذا راه كافي، صافي داك البيض والبصلة اللي درت معاكم مع البيض، كندير نصهم من التحت كنفرشو هاكا باش ما ندير البسطيلة طيب ما تحرقش ليا، صافي كنزّل الدجاج بهاد الطريقة، شتي الطريفات تيبقاو هاكا واقفين وتيبقاو هاكا كبار شوية ماشي مفرتين بزاف، صافي وكنزّل حتى اللوز حتى هويا، عفوًا كنسرّحو صافي وكنجيب ديك نص البصلة اللي درت في الأول في التفريشة الأولى كنخليها حتى اللخر باش تجيني يجيو هاكا يعني ماشي كلشي ناشف، هاكا يكون المذاق متوازن. صافي كنسرّحو هكايا وصافي وكنجمع البسطيلة ديالي، ديك الورقة باش قلت لكم زوينة كتبقاو تلعبوا بها كي بغيتو ما كتقطّع ما حتى شي حاجة، يعني كنجرها كنديرها هكا الزيت وداك الشي، مازال لي كوانتي ما كانوش معاونينّي ما كانش عندي الكوانتي الأخرين، استعملت غير هادو، صافي وكنلمطها هكايا يعني ديك النص هي ديك الوحدة الورقة راهي قدّاتني صافي حيدتهم أنايا وبديت نخدم غير بيدي عادي. صافي وكنلمّطها هكايا وكنحاول هاكا نبسّطها باش تجيني هاكا مستوية ماشي تجيني هكايا يعني أنا كندير هاكا تنقادها بيديا، صافي، صافي كنكون مشعلة الفران سخون مزيان وملي كنخشيها راه كنديرها غير على 100 خلّيوها طيب على خاطرها، يعني حتى دوك الورقات هي راه كلشي طايب غير دوك الوراقي يطيبوا حتى من الداخل ديالهم ماشي طايب غير الفوقاني ويبقى التحتاني، نتمنىكم تكونوا صافي في هاد المرحلة كتكون طابت ليا يعني البسطيلة ديالي، صافي كندردرها غير بسكر كلاصي، كندير لها داك الشي بسيط، صافي وكندير الخطيطات ديال القرفة، هذا ما كان، نتمنى يعجبكم الفيديو، تشاركوا مع الأهل والأحباب، نتشوفوا فيديو جديد، مع السلامة.